ازاي افلتر الفيديو واخلي الصورة بتاعتي سينماتيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة دي هعلمك ازاي تفلتر الصورة من النويز، وازاي تعمل بيوتي للفيديو بتاعك، وازاي كمان تفلتر الفيس وتعمل له شوية جماليات كده تخلي الصورة بتاعتك سينماتيك. يلا بينا. اهو يا شباب زي ما انتم شايفين انا خلصت البروجكت بتاعي. نبدأ هنا نخش على الكالر بيج. اهو زي ما انتم شايفين كده خلصت الكالر كوريكشن والكالر جريدنج. عاوزين بقى نفلتر الصورة بتاعتنا من اي نويز ونعمل ماسك هنا، نظبط الوش كده وننعمه بالدرجة اللي احنا عاوزينها عشان الصورة بتاعتنا تبان سينمائية. اول حاجة هاجي هنا اعمل نود اهو، واول حاجة انا بستخدمها الفيس، هنسميه فيس. تمام. وهاجي هنا على الافكتس هدوس، وهاجي في السيرش هدوس فيس اهو، وهسحبه هنا، وهاجي هنا كده ادوس انالايز. هو هنا هيبدأ يتعرف على الوش اللي موجود في الفيديو. اوكي اهو تمام. هبدأ هنا انزل هنا، هو كده اتعرف على الوش خلاص الماسك. هبدأ ازود درجة النعومة اللي انا عاوزها اهو. ولو عايز اشيل الماسك ده هاجي هنا عند الشو اوفرلاي وهشيله اهو، وابدأ اشوف هنا قبل وبعد، فرق كبير جدا في الفيس. اوكي. هنا بقى عندك شوية اعدادات حلوة جدا تقدر تعمل بيهم بيوتي حلو جدا للفيس. تقدر تفتح جفن العين او تضيقه، تقدر تقلل حجم الفيس بتاعك، ترفع وشك شوية او تزوده، تزود الخدود، تزود المنطقة بتاعت الدقن دي. بص الموضوع جميل جدا بيوتي كامل في الافكت بتاع الفيس. تمام. دي اول حاجة انا بستخدمها. تاني حاجة هنعمل نوت جديد وهنسميه هنا بيوتي. تمام. وهنيجي هنا في الافكتس في السيرش نكتب بيوتي اهو، هنسحبه هنا كده، واجي هنا اهو ازود القيمة من هنا، ازود لحد الدرجة اللي انا محتاجها، وليكن كده مثلا، وابدأ اشوف هنا قبل وبعد. ملاحظين الفرق اللي حصل في المنطقة دي؟ خدوا بالكم كده تاني، ادي قبل وادي بعد. واخدين بالكم؟ شايفين هنا النويز عامل ازاي؟ شايفين بعد ما عملت الفلتر اهو صورة ناعمة جدا. تالت حاجة انا بعملها، هنعمل نود جديد اهو وهنسميه نويز، وده خاص بالنويز اللي عندي في الصورة اهو. نكتب برضو في الافكت هنا في السيرش نويز اهو، هيطلع لي النويز برودكشن اهو. نسحبه هنا كده ونبدأ ننزل ونعلي القيمة زي ما احنا عاوزين اهو، وليكن. وهنا برضو نفس الموضوع، شوف القيمة اللي انا عاوزها واعملها. هنا بقى تقدر تختار بين الفاستر اللي هو الاسرع والبيتر. تمام. البيتر ده بيبقى اقوى اهو، بيخلي درجة الفلتر اقوى. الفاستر اسرع اهو، البيتر اقوى اهو، بس طبعا حسب قوة جهازك. واقدر هنا اشوف الصورة قبل واشوف الصورة بعد. تمام يا شباب. واقدر اعلي القيمة زي ما انا عاوز. هم دول الثلاث حاجات اللي بيخلوني اوصل بالصورة بتاعتي لصورة سينمائية زي ما انتوا شايفين. نقدر هنا بقى نقفل كده ونشوف الفيديو كله قبل والفيديو كله بعد، فرق شاسع. بس كده. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، ويا ريت تدعموني بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان تستفادوا من كل حلقاتنا. ولو لايك وكومنت وشير يبقى كتر الف خيركم. السلام عليكم.